في الصينيه. لو الملح قديم معاكي ومكتل بتفرديه كده في الصينيه وتحطيه في الشمس وفي الهواء، بيفك معاكي وبيطلع رز. عارفه رز الطبيخ؟ الرز اهو، الرز بتاعنا البلدي العادي. شويه رز وهنحطه في شويه الملح دول وهنقلبهم. والله يا جماعة الفكرة جات لي من خزين الرز أصلا. احنا لما بنيجي نخزن الرز علشان ما يعملش معاكي سوسة أو دودة لحد آخر الخزين، على اما السنة تخلص وترجعي تخزني رز جديد، احنا بنحط له شوية ملح. الملح بيطرد الهبوش. كم معلومة عن خزين البطاطس وخزين الرز وخزين الملح. ما تفكريش ان الرز هيكون مضايقك في الخزين او حاجه. لا، انت هتجيبي المصفى وتصفي اهو شويه الرز خرجوا معانا في المصفى عادي جدا. هنفضي شويه الرز دول تاني على كميه الملح اللي احنا مخزنينها، وهناخد شويه الملح النضاف دول نحطهم في البطرمان بتاع الملح وهنشتغل منهم عادي.